النهارده هنعمل احلى فراخ مشويه ممكن تجربوها. في بوله هحط لبن رايب او زبادي اللي عندكم، طماطم مبشوره وميه بصل ومعلقتين كبار صويا صوص لو عندكم، ممكن تستغنوا عنه عادي، عصير ليمونه كامله ومعلقه عسل ابيض بتضيف للتتبيله طعم حلو قوي. التوابل هكتبها لكم تحت في الكابشن. وبس هقلب بقى التتبيله دي كويس قوي. وعندي الفراخ، قطعت العمود الفقري بالسكينه حاميه او مقص الفراخ، بقطع العمود الفقري واشيله كده علشان الفراخ تبقى متساويه كده وتستوي تسويه مظبوطه. كمان كسرت بايدي العظمه دي، بصوا بعد ما كسرت العظمه الفراخ كلها بتبقى نايمه كده ازاي. بايدي كمان دخلت بين اللحم والجلد علشان التتبيله تخش جواها كده وكلها تتطعم بالتتبيله. حطيتها بقى في بوله وحطيت فيها التتبيله وبدات بايدي ادخل التتبيله بين اللحم والجلد. بقى سبتها في التتبيله دي ليله كامله، وممكن تسيبوها 3 ساعات بس ما يكونش اقل من كده. حطيتها بقى على شبكه لما طلعتها من التلاجة، وتحتها صينيه. حطيت كمان جناحها كده من ورا، وحطيت ميه سخنه في الصينيه دي علشان البخار يطلع ما يخليش الفراخ تنشف في الفرن. دخلتها بقى فرن مسخن درجه حرارته 200، وكنت باقي التتبيله بدهنها بيها كل شويه. ولما حطيت شوكه فيها وما طلعتش سوائل هي كده استوت، دهنتها دهنه زيت خفيفه وفتحت عليها الشوايه، خدت اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده، وبجد كانت خطيره. قدمتها بقى مع رز بالخلطه وبس كده. جربوها وقولوا لي رايكم.